امبارح زي دلوقتي كده نتفليكس نزلت الاعلان الرسمي لفيلم ذا ريب او ليلة القبض على المال والثقة. ومن المفترض عرض الفيلم ده يوم 16 يناير، وهو من بطولة اتنين من نجوم الاكشن التقال جدا، وهم بين افليك ومات ديمون، ومعاهم تيانا تايلور. فيلم ذا ريب فيلم اثاره وتشويق، بتدور احداثه في اطار الحركه والاكشن عن مجموعه ضباط بيكونوا في مهمه معينه وبيلاقوا مبلغ مالي كبير جدا، حوالي 200 مليون دولار. ومن هنا بتبدا الازمه الحقيقيه بينهم، واللي بتكون نقطه تحول الاحداث لما الكل بيبقى محل شك وبتروح الثقه بينهم. وكل ده بنشوفه في جو مشحون من التوتر والترقب والتهديدات، وحاجه كده عظمه جدا. وباين من الاعلان الرسمي ان الفيلم ده هيبقى ضرب نار وهيكسر الدنيا، لان الاكشن معمول فيه بشكل حلو جدا. وخصوصا احنا بنشوف اتنين من نجوم الاكشن التقال زي بين افليك ومات ديمون، اللي بالمناسبه هم اصحاب جدا في الحقيقه، وده اللي هيعمل تناغم وانسجام بينهم في الاداء بشكل عام. وخلينا ما نحكمش على الفيلم من دلوقتي بشكل كامل لغايه لما ينزل ونشوفه. انا بقالي فتره مظبطكم في شويه حصريات كده، فظبطوني في شويه لايكات، واللي متابعني كويس عارف ان انا ما بحبش اطلب الموضوع ده، ولكن للاسف الشديد ده اللي بيفرق في انتشار المحتوى. انا كده خلصت، اشوفكم بخير.